عمرك سألت نفسك ليه حياتنا ماشية بنفس الروتين كل يوم؟ ليه أول ما تصحى تمسك التليفون من غير ما تفكر؟ ليه أول ما نيجي نتفرج على التلفزيون نجيب حاجة نتسلى بيها وناكلها؟ طب تتخيل لو قلتلك إن التصرفات الصغيرة دي اللي بنعملها من غير وعي هي اللي بتبني حياتنا كلها؟ في كتاب قوة العادة بياخدنا في رحلة ممتعة جدا، وهنعرف ليه إحنا بنعمل كل التصرفات دي من غير وعي مننا، وكمان أمثلة كتير وقصص مثيرة واكتشافات هتخليك تبص لحياتك بطريقة مختلفة جدا. الكتاب بيورينا إن العادات مش مجرد سلوك متكرر، لكن العادات هي المفتاح لفهم إزاي بنعيش وإزاي بنشتغل وإزاي نقدر نتغير. جوه الكتاب في فكرة محورية إن العادات دي شغالة في دماغنا على شكل حلقة. الحلقة دي بتبدأ بمحفز أو إشارة بيخلي المخ يدخل في وضع تلقائي، بعدها بيجي الروتين اللي هو السلوك نفسه، وفي الآخر المكافأة اللي بتعزز السلوك ده. الحلقة دي شغالة طول الوقت من غير ما ناخد بالنا، لكنها هي اللي بتوجه تصرفاتنا، بمجرد ما نفهمها نقدر نغيرها على طول. هتعرف ان ناس كتير قدرت تغير حياتها بمجرد تغيير عاداتها، زي قصة البنت اللي قدرت تغير حياتها كلها بمجرد ما عدلت عادة واحدة بس. وهتشوف ان شركات كبيرة جدا ومعروفة قدرت تستخدم علم العادات ده عشان تأثر على سلوك المستهلكين، وازاي انت كمان تقدر تستخدم نفس الأساليب دي علشان تحسن حياتك. ولازم تعرف ان العادات دي مش قدر مكتوب عليك، لكنها هي عادات قابلة للتغيير والتعديل، وممكن تستبدلها بحاجة مفيدة، ولكن مع الوعي والانضباط والاستراتيجيات الصحيحة هتقدر تعيد تشكيل روتين حياتك وتكتب نمط جديد انت عايز تمشي عليه، والنتيجة انك هتلاقي تغيير كامل في حياتك على المستوى الشخصي والمهني والاجتماعي كمان، سواء كنت بتحاول تبطل عادة سيئة أو إنك تبدأ عادة جديدة. يعني ببساطة هنقدر نفهم القوة اللي بتحركنا. إن شاء الله بعد الكتاب ده هتقدر تشوف العالم بعين مختلفة. بعد ما تفهم علم العادات أنا واثقة إن حياتك هتبدأ تتغير للأحسن. ويلا بينا بقى هندخل في الجزء الأول من كتاب علم العادات. جهزوا كوباية القهوة بتاعتكم ويلا بينا. الجزء الأول: عادات الأفراد، فك شفرة التغيير الشخصي. عمرك وقفت وسألت نفسك ليه في تصرفات بتحصل مننا تلقائي كده؟ زي مثلا إنك أول ما تصحى تمسك تشرب فنجان قهوة، أو مثلا لما تيجي تتوتر تلاقي نفسك بتقرقط في ضوافرك، أو لما تكون زهقان تمسك التليفون وتقلب فيه حتى لو من غير فايدة. في الجزء ده من الكتاب بيكشف إن التصرفات دي مش عشوائية، وإن دي عادات مترسخة بعمق في دماغنا أو جوه العقل، والأجمل من كده إنها قابلة للتغيير. في الفصل الأول بيقول لنا إزاي العادات دي بتشتغل. العادات مش صدفة، هي بتتبع نمط ثابت بتتكون من محفز وروتين ومكافأة. المحفز الإشارة اللي بتشغل العادة، إنما الروتين السلوك نفسه، والمكافأة النتيجة اللي بتحصل عليها ودماغك يقرر على أساسها يحتفظ بالعادة دي ولا لأ. والكتاب بيدينا مثال إن راجل فقد ذاكرته القصيرة وما كانش فاكر مكان المطبخ بتاعه، لكن أول ما كان بيحس بالجوع بيروح تلقائي للمطبخ، رغم إنه ما كانش قادر يكون ذكريات جديدة، لكن كان قادر إنه يكون عادات. المثال بيوضح إن العادات بتتخزن في جزء مختلف من الدماغ عن الذاكرة الواعية، يعني بتشتغل من غير ما نفكر أساسا. الفصل التاني: إزاي العادات الجديدة بتتكون. العادات بتتكون لما المخ يبدأ يتوقع المكافأة قبل ما تحصل. التوقع ده هو اللي بيشغل الحلقة اللي اتكلمنا عليها، اللي هي محفز وروتين ومكافأة. هديك مثال، يعني انت مثلا ممكن تكون بتحب مشروب معين، حاجة ساقعة يعني، مش عشان طعمه، ولكن علشان إحساس الانتعاش والنشاط اللي اتزرع جوانا من نتيجة الإعلانات بتاعته. لما بنشوف بقى التلج والانتعاش والكلام ده كله فبنحس بالراحة النفسية والنعاش كده، اللي هي النعنشة يعني. ومثال المعجون الأسنان اللي موجود في الكتاب، إن في أول القرن العشرين معظم الأمريكان ما كانوش بيغسلوا أسنانهم، لكن المعلن عمل حملة ركزت على الإحساس المنعش اللي بيسيبه المعجون بتاع الأسنان، مش بس النظافة، لا، اعتمد على النكهة والإحساس، إن دي المكافأة اللي بتحصل عليها لما تغسل أسنانك.
ومن هنا بقى الحملة نجحت، وغسيل الأسنان بقى عادة يومية. الفصل الثالث القاعدة الذهبية لتغيير العادات. هنعرف بقى القاعدة عشان نغير العادات بتاعتنا. العادات ما ينفعش نمسحها، لكن نقدر نغير الروتين. يعني نفس المحفز ونفس المكافأة يفضلوا، لكن بدل ما تلجأ لسلوك مدمر لا تختار سلوك صحي. يعني مثلا زي اللي بيحاول يبطل سجاير، ان هو ممكن مثلا عشان بيشرب سيجارة بيحس بشوية توتر، فالمحفز عنده ان هو بيطلع يشرب سيجارة. يعني التوتر ده هو المحفز، بيخليه يلجأ للشرب اللي هو الروتين، فبيحس براحة اللي هي المكافأة. فانت هتبدأ تحط عادة جديدة تديك العادة دي من محفز وروتين ومكافأة علشان تبدل العادة السيئة دي. يعني مثلا تاكل لبانة، هتاخد المحفز بتاعها انك انت توترت، فالروتين انك انت مسكت اللبانة كلتها، فالمكافأة انك انت هتاخد راحة مؤقتة زي ما بتاخدها من السجاير. يعني روتين مختلف لتغيير العادة السيئة اللي احنا عايزين نغيرها. علم العادات ده شركات كتيرة قدرت تستغله في انها تزود ارباحها وتبني فريق عمل ناجح وتحقق انضباط وثقة مهنية. يعني شركة من الشركات بدل ما تركز على الأرباح ركزت على سلامة الموظفين. النتيجة إن ثقافة الشركة كلها اتغيرت، وبعدين الأرباح بتاعتها زادت. وعندنا شركة معروفة هي مقاطعة حاليا ستاربكس، فهمت إن قوة الإرادة مش صفة، لأ دي عادة ممكن تتبني. فهمت ودربت موظفينها على ضبط النفس في المواقف الصعبة من خلال تدريبات هما بيعملوها. النتيجة انضباط وثقة مهنية وأرباح عالية والتعامل في المواقف الصعبة. العادات دي مش للأفراد ولا الشركات بس، ولكن للمجتمعات كمان. هي اللي بتشكل القيم وبتأثر حتى على قراراتنا الأخلاقية. ومش كل العادات زي بعض، في حاجة اسمها العادات المحورية، زي مثلا العادات اللي بتجر معاها باقي العادات، زي الرياضة مثلا بتخليك تاكل أحسن، تنام بدري، تنجز أكتر. عايز مثلا يكون عندك إرادة تقدر تدرب نفسك على ضبط النفس. وعايزة أقول لكم إن ممكن الإنسان تحصل له أزمة أو مشكلة، بيكون الوقت ده أكتر وقت بيتغيروا فيه وبيكونوا عادة جديدة أحسن من اللي كانت. زي أي إنسان تحصل له أي مشكلة أو حاجة يقولك أنا اتغيرت. الكتاب بيقولك إن التغيير مش محتاج صراع، مش لازم يعني تهد حياتك وتبنيها من جديد. كل اللي انت محتاجه إنك تبدأ بعادة واحدة بس. عادة واحدة تقدر تعمل سلسلة تغيرات ضخمة في حياتك كلها. وافتكر إن إحنا نتيجة لعاداتنا، لكن مش أسرى ليها. أول ما نفهم إزاي العادات بتشتغل نقدر نتحكم في حياتنا، نعيد تشكيل بيئتنا، نرسم مستقبلنا بالشكل اللي إحنا عايزين نكون عليه. في النهاية إزاي تبني عادة جديدة بشكل عملي؟ أول حاجة اختار عادة صغيرة جدا، مثلا عايز تبدأ تقرأ أو عايز تبدأ رياضة. لو هتبدأ رياضة اعمل تمرين واحد بس أول ما تصحى، اعمل حاجة واحدة بس من التمرين وما تكترش. عايز مثلا تبدأ قراءة، اقرأ صفحة واحدة بس كل يوم، واحدة فقط، ما تكترش. السر هنا خليها سهلة لدرجة انك ما تلاقيش حجة تمنعك تعملها تاني. اربط العادة دي او الفعل اللي هتعمله ده بمحفز. يعني مثلا بعد ما تصحى الصبح من النوم وتغسل أسنانك وتخرج من الحمام هتقرأ صفحة من الكتاب ده مثلا يعني. أو إني أعمل تمرين 5 دقايق بس أول ما أصحى من النوم الصبح. كده أنت ربطت العادة بتاعتك بمحفز ووقت. يعني استخدم قاعدة سهل زائد وضوح زائد قريب. يعني خلي تنفيذ العادة سهل. حط الكتاب مثلا على جنبك على المخدة أو على الكومودينو عشان تفتكر تقرأ. حضر لبس الجيم من بالليل، كده هو سهل وبقى واضح وبقى قريب منك. وممكن تدعم ده إنك تنزل أي ابلكيشن يذكرك بالعادة دي. وعلشان تثبت العادة لازم تدي نفسك مكافأة. يعني بعد التمرين خد دش منعش، بعد القراءة خد كوباية قهوة، بعد أي إنجاز بسيط ادي نفسك أي شعور بالسعادة بالراحة. يعني حاجة بسيطة كده تخليك تستمر. حاول العادة دي تخليها تحصل في دقيقتين فقط، هتلاقي نفسك بدأت. ولو عايز تكتر عن دقيقتين هتلاقي إن العقل مرتاح ومش رافض. المهم تستمر كل يوم حتى لو خطوة صغيرة.
العادة زي البذرة بتكبر مع التكرار، وافتكر ان احنا بنستبدل العادة مش بنمسحها. يعني في عادة سيئة بنستبدل الروتين بحاجة كويسة. يعني مثلا لما تحس بملل وتمسك التليفون، لا، لما تحس بالملل مثلا قوم اتمشى 5 دقايق. بعد شهر هتلاقي العادة البسيطة الصغيرة دي بقيت حاجة تلقائية بتحصل من غير ما تفكر، والنتيجة هتلاقي تغيير كامل في حاجات كتير في حياتك. وهنا خلصنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. عايزة لايك جميل كده على الفيديو، وتابعوني في القناة، وما تنسوش خدوا خطوة لان العمر بيعدي.